السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ بجد انا حابة اتكلم الموضوع دوت مضايقني كتير، بقاله كتير جدا. الترندات والتفاهات اللي بقت منتشرة بينا على الفاضي وعلى المليان. بجد الواحد ما بقاش عارف يخلص من ترند يروح لترند او يعني ازبل منه. انا اسفة للالفاظ دي، لكن بجد الواحد بقى خايف. يعني الواحد ممكن يتحكم، الواحد اكيد بيتحكم في نفسه لانه كبير. دلوقتي انتوا الاعلام اللي طالع والصور اللي طالعه والافكار اللي هم بيوردوها للاطفال والجيل اللي طالع، ان ده بقى العادي. عمر ما كانت قله الادب، وعمر ما كانت القباحه، وعمر ما كان المناظر اللي احنا شايفينها قدامنا دي يعني حتى الرقاصين والعوالم بتوع زمان. كان حاسه ان هم كان عندهم اخلاق، يعني على ما اعتقد. كان عندهم اخلاق يعني دلوقتي عاوزين ينشروا ان اخلاق العوالم دي للناس الطبيعيه، للناس العاديه، للناس اللي زيه وزيك، للناس اللي اتربوا على الدين. فبجد هما دلوقتي بيحاربونا يعني العالم كله بيتحارب. زي ما انتم شايفين، لكن احنا بنتحارب في الافكار، بنتحارب في العقول. بنتحارب يعني في ابسط بنتحارب في الصور اللي بتخش في بيوتنا، والفيديوهات اللي احنا بنشوفها غصب عننا. انا مش مجبره خالص، انا كعيله وكان كربة اسره، ان انا اشوف المناظر دي على التلفزيون، وده يبقى الطبيعي. حتى لو هي ما جاتش على التلفزيون، يعني هي انت بتمثل مين بره؟ انت بتمثل نفسك فقط بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. يعني بتمثل نفسك فقط. محمد رمضان انا بتكلم عليه لانه ليه شعبيه جامده وشعبيه طاغيه عند الشباب، اللي عقلها مغيب، اللي ما بتعرفش تحكم من الانسان اللي عنده مبادئ وتتبعه. والإنسان اللي ما عندوش مبادئ، اللي بيجري ورا المادة، اللي بيجري ورا يكون عنده أحدث عربيات وأحدث موديلات لبس وأحدث صيحات موضة في كل حاجة. لكن احنا فين من ده كله؟ بجد أنا نفسي كل واحد عنده عيال يركز معاهم من الأشكال اللي بتخش في البيوت والتليفونات. الواحد ما بقاش ملاحق بصراحة على الأشكال. وبجد أقسم بالله من ساعة ما شفت المنظر ده وأنا مش مائزة. ايه القرف ده؟ ويقول لك ده زي فرعون. ده فرعون لو شافك هيلعنك، اقسم بالله. لو فرعون شافك هيتبرى منك. انت مين انت عشان تقلد الحضاره الفرعونيه في اللبس؟ ده كانت من اجمل تصاميم الملابس في الحضاره الفرعونيه. ايه القرف اللي انت لابسه ده؟ انت عشان مجمع شويه جنيهات وعاملهم عاملهم كروب توب، يبقى انت كده قلدت الحضاره المصريه؟ لا، انت مصري. وعشان تطلع بره لازم تشرف بلدك. حتى لو مش هتشرف بلدك، يبقى في سكوت مش في العلن. انت طالع المفروض ان ده اكبر مهرجان. معرفش اسمه اللي هو جوتشيلا ولا جودزيلا ده. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ هو طالع وصرح وقال انا هعمل بوم، وهعمل حاجه كبيره وهساند اخواتنا وانتظروني ومش انتظروني. قلت اقسم بالله هيطلع يصلح كل الاخطاء اللي هو عملها بالنسبه لاخواتنا في فلسطين. انت عرفتنا احنا شخصيا، انت خليت الاعلان العبري الزباله اللي ملوش صنف اللازمه يطلع يتريق عليه. احنا صعبنا عليه يا جدع. ايه اللي انت بتقول اللي انتوا بتعملوه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ عايزه اقول بجد ان احنا مصر مش كده. عمر مصر ما هتبقى بالمنظر ده. ومهما حاولتوا تصدروا لعقولنا وعقول عيالنا الاشكال دي، عمر دي ما كده، عمري دي ما هتبقى اخلاق الشعب المصري عمرها. عايزه اقول لك الناس اللي كانت بتتابعك في رمضان عشان خاطر المفروض ان انت بتعمل عمل خيري، ان انت تبقى واقف في وسط ناس غلابه وتدي واحد بس منهم 100,000 جنيه، والغلبان اللي جنبه واقف يتفرج ومحصور على نفسه ان ده خد 100,000 جنيه وده ما خدش، وبتقول بالحظ. لا، ده مش حظ. انت عشان تراضي الناس اللي نازله تعمل عمل خير او تراضي الناس بطريقه محترمه. لو شفت مجموعه فقيره وانت شايف الناس بتتلهف عليك، بالعكس اراضي ده ب5، اراضي ده ب10 وده 10. افرق الفلوس دي على حسب اللي متاح قدامي، اوزع بالعدل على الناس اللي انا شايفها الحسره في عينها. وانت بتدي الواحد 100,000 و200,000، لا طب وزع للناس اللي حواليك اللي هم اصلا مش لاقيين ياكلوا، وانت شايفهم متلهفين عليك. ده مش عمل خير يا جماعه، انا شايفاه مش عمل خير خالص. اللي بيعمل خير الايد الشمال ما الايد اليمين ما بتشوفش الايد الشمال بتدي ايه وبتعمل ايه وبتساعد في ايه. احب اقول برضو لشاكر، انتوا طبعا عارفينه، وطبعا ليه كاريزما طاغيه. انا من اوائل الناس على فكره اللي كنت بحب اتفرج عليه. لكن دلوقتي باللي هو بيشوفه بجد اقسم بالله في شباب كتير بتتحسر على وضعها.
بجد في ناس يعني في شاب بينزل يشتغل ويطحن ب100 جنيه في اليوم. يا سلام، لو رجع بال100 جنيه هو كده ولقى شغل ب100 جنيه في اليوم، يوميا 100 جنيه، اقسم بالله بيبقى راجع بيحمد ربنا ليل ونهار. فلما الشاب ده يرجع بقى ويقعد ياخد مثلا راحة شوية ويقعد يتفرج عليك يا شاكر، او انا مش بسميه هو، انا بسمي الفئة، يعني انا بجيب اشهر الناس بتحبهم والناس متوسمين فيهم خير، مثلا زي شاكر. انت لما تطلع تاخد هدايا بملايين وطالع في برنامج في بودكاست، بتطلع طالع بتقول انا واخد، بطلع في اللايف الواحد 1,000,000 جنيه. ده غير الحقيقة طبعا، الله اعلم دي حقيقة ولا لا. انت عاوز شاب مطحون يطلع يعمل ايه؟ يطلع يسرق، يطلع ينهب؟ لو شاب ما عندوش دين، او شاب ما مثلا مش يعني، آه، ناس متربية ببساطة، او ناس متربية يعني ناس على الفطرة، هيطلع لما يطلع يشوفك وانت بتجيب من التفاهة، انت بتعمل ايه يا شاكر؟ انت مش بتعمل حاجة. انت مش بتعمل حاجة غير ان انت بيجيلك دعم وفلوس، الله اعلم مصدرها ايه، والله اعلم انت بتعمله في عقول الشباب ايه. بجد اتقوا الله. اي واحد يدخل له قرش يتقي الله بجد في الناس اللي حواليه. بخش لك 1,000,000 جنيه يا عم ربنا يبارك لك، لكن انت بخش لك ال1,000,000 جنيه ده، فانت عارف ربنا هيسألك. انت هتتحاسب لوحدك طبعا. دلوقتي بقت موضة. انت بتعمل ايه او بتسوي ايه، او حد يجي ينصح حد يقول له انت يا عم هتتحاسب مكاني. طب ما تفتكر وانت بتتحاسب ان انت تتحاسب من فلوسك دي، جت منين وهتتحاسب عليها ازاي، صرفتها في ايه وجت منين وانفقتها في ايه. هتبقى تقابل ربنا تقول له ايه؟ مهما تعمل خير، مهما تعمل خير، انت وهو، اذا كان انت ولا محمد رمضان ولا احمد سعد ولا يعني بقول لك دي الناس اللي باين عليها نظيفه شويه بالنسبه للناس اللي بيشوفوهم كده، ان هم بيشوفوهم عشان لابسين ماركه واغتنوا ان هم شايفينهم كويسين. لكن انا عمري في حياتي بصراحه نظرتي ما تتغير في بني ادم بيحاول اتشهر. انت ربنا حطك في مكانه اقسم بالله تخليك في سكر. انت متخيل؟ يعني بجد الشهرة دي يا جماعة مش أنا اتشهرت، لأ، الشهرة دي بجد أقسم بالله عاملة زي ما يكون قابض على جمرة كده. يعني تستخدمها صح، لأن انت لأن انتوا في ناس كتير بتحبكوا شباب، الفئة المعينة اللي بتحبكوا إن هم الشباب اللي طالعين. فانت عارف انت في رقبتك كام بني ادم بيتفرج عليك وعاوز يقلدك، فيهم اللي بيتحسر وفيهم اللي بيقلدك وفيهم يعني انا مش عارفه بصراحه. لازم تكون قدوه. انت بتطلع تقول انا بفيد الناس، انت ما بتفيدش الناس باي حاجه. انت ما بتفيدش الناس باي حاجه. لو 1% افاده ما فيش افاده غير الناس اللي بيقعدوا معاك. انت تطلع مع بنات تقعد تهزر تقعد تضحك. يا جماعة انتوا بجد اقسم بالله الناس دي مغيبة. ازاي اطلع مع واحدة لا تحللي ولا اعرفها، حتى لو عارفها لو متغطية كلها على بعضها، واتكلم معاها بأي وجه حق؟ مين اللي حلل اللايفات دي ان انا اطلع مع ناس ما اعرفهمش؟ انا كراجل اطلع مع واحدة او واحدة تسمح لنفسها، واحدة يبقى جوزها قاعد جنبها